بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الست لما بتحب بكل كيانها، يعني بتدي، تحتوي، بتسامح وتعدي وتقدر، كل ده علشان تحافظ على بيتها وعلى زوجها. لكن لما الراجل يبطل يهتم ويبطل يسأل ويبطل يحس بيها، الست بتبدأ تتحول. لكن التحول ده ما بيجيش فجأة، هو بيجي حتة حتة. ازاي؟ يعني بتسكت وبعدين تبطل تحكي، ما بقتش تحكي زي زمان. بتستنى وبعدين تبطل تتوقع، ما عادتش بتتوقع اي شيء منه. بتشتاق وبعدين تبطل تحس بيه هو. عدم اهتمام الزوج مش مجرد تصرف بسيط ممكن يعدي كده، لا، ده ممكن يهد ثقة الزوجة في نفسها، وممكن كمان يطفي لمعة عينيها وتحس دايما إنها مكسورة، مش مرغوب فيها ولا مهتم بيها ولا حتى موجودة. في الوقت بقى اللي بيبقى الزوج فاكر إن الدنيا تمام والبيت زي الفل والدنيا ماشية زي الساعة، وهي ما بتتكلمش وما بتحكيش وساكتة وما بقتش تتوقع أي حاجة، لكن مع الأسف هي من جوه بتتكسر وبدأت إنها تفقد جزء من اهتمامها هي بيه. وللأسف ممكن يكون من الحب، لأن الحب لازم يكون معاه اهتمام، لأنه عامل زي الوردة. لو الوردة دي ما اتسقتش بتبدأ تدبل وتموت واحدة واحدة. النهاردة هنكمل اللي بدأناه في حلقة سابقة، وهنتكلم عن الأثر العميق اللي بيتركه عدم اهتمام الزوج بزوجته، وهل ينفع نصلح اللي اتكسر، ويا ترى ايه الأسباب أصلا اللي بتخلي الزوج ما بقاش يهتم بزوجته زي زمان. هنعرف كل التفاصيل دي بإذن الله تعالى مع ضيفتنا المشرفانا الأستاذة أشجان يحيى، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية. أهلا ومرحبا بيكي. اهلا بيكي يا ندى، ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا بحضرتك. الحلقه السابقه احنا اتكلمنا عن هل الاهتمام بيطلب ولا لا، وشفنا هو بيطلب ويطلب ازاي. لكل المشاهدين اللي حابب يرجع للحلقه هيلاقيها باذن الله تعالى موجوده على قناه سلام على اليوتيوب وموجوده على صفحه الفيسبوك. نكمل بقى النهارده، ايه الاسباب يا استاذه اشجان اللي بتخلي الزوج اللي كان مهتم ما بقاش يهتم؟ الحاجات اللي تخليه كان مهتم وما عادش بقى بيهتم هي صراحة عوامل كتير. يعني أول حاجة هو لازم نبقى فاهمين إن ده أمر تدريجي، ما بيجيش مفاجئ. يعني محدش بيبقى رائع وممتاز امبارح وبكرة اتغير 180 درجة بالزبط. لا، أكيد في حاجة جوهرية وبالتدريج. فزي ما الاهتمام حاجة بتيجي بالتعلم والتدرج والممارسة والوقت، نفس الشيء عدم الاهتمام بيجي بعكس كل الكلام. ففكرة ان انا كراجل ما عنديش بهتم ليه، لان هي الرجالة شوية بتبقى عندها فكرة انها تراكم الاحداث، او ان هو حاسس ان في امر معين لما هو بيركز معاه بيحسه متكرر، فبيفضل حاطه في الخانة دي. بمعنى ان انا لو ركزت ان هي مثلا ما تزينتش بقالها اسبوع، فبيفضل مركز بقى، مش مثلا ممكن يلمح وهي مثلا لو بترضع الاولاد او مشغوله او مش في دماغها قوي، فانت هملاني بقالك فتره، انت بقالك فتره ما بتتزوقيش، انت كذا. فممكن هي ترد بتهريج، ممكن ما تبقاش حاسه ان في ازمه معينه، هو قال الكلمه في النص وخلاص. في ستات بتبقى لماحه، وفي ستات بتبقى اخده الامر انه قالها في وسط كلام، انا دماغي هتشيل ايه ولا ايه، او احنا بناكل او مع الاولاد. فهو مركز، فهي ممكن دي جت مره، تاني مره ما بيقولش، هو بالنسبه له انا نبهتك. ايوه، بتيجي في النظافه، بتيجي في البيت، بتيجي في الاهتمام، بتيجي في العلاقه، بتيجي في التعاملات مع الاهل، بتيجي في كل حاجه. فالزوج بالنسبه له هي بيبقى امر واحد، وبيبدا ياخد شكل تصاعدي شويه. ان انا مثلا لو انا حطيت دماغي ان هي بقالها فتره ما بتنضفش البيت، يعني مثلا في زوج معايا كده، فهو قال لها اول مره، تاني مره، تالت مره مثلا صور وبعت لي على الواتس شايفه المطبخ، قلت له طب بس بدل ما كنا نصور، طب ما تقعدوا تقول لها سايبه الدنيا كده ليه، طب ما تشوفوا حد يجي يساعد، هي معاها توأم برضو، الدنيا ما تجيش كده. قال لي قلت وعملت، وانا بحط عشان هي لما تيجي تقول لي ده انا نظفت، لا معايا الاثبات. فبالتالي الراجل شويه هو حاطط في دماغه، هو حطها في الخانه دي.
فعارفه هي لما انا اتكلمت مع البنوته فهي قالت لي ببذل والله يا خالته، بس هي الفكره ان هو خلاص حاططني في الخانه دي. ايوه، هي بقت قناعه عنده، مش يعني عايز اليوم يغيرها اللي مهما بيجي حصل. يلاقي المطبخ متظبط هو ما بيعلقش قوي. يوم يجي يلاقي المواعين متراكمه عليا فيبدا يتكلم. احنا مش هنتغير، احنا مش كذا. طب ما انا امبارح مثلا عملت صح. هي فيها هي نفسها. هي فكره ان الشخص يعترف بوجود خلل، ده جزء كبير ونص حل المشكله عند الراجل وعند الست، عشان الناس ما تحسش بس ان الستات احنا بنتحامل على ان بالظبط. هي الست اللي بتبقى فيها تقصير او ان الراجل هو اللي بيتحامل. لا، ما هو في العكس برضه، ان هي مستنياه يعمل كذا وانا عماله اقول وعماله المح ومش واخد باله مره واثنين وثلاثه. فهي الفكره في التراكم. فامتى الراجل ما بيهتمش؟ لما بيبدا يركز، او الست انها يبداوا يركزوا في نقطه معينه فيها جانب من الخلل او جانب من التقصير، وانا غصب عني بغذي هذا الشعور عندي، ان انا ما بنبهش، ان انا ما بحاولش الفت، ان انا ما بحطش جرس انذار في خلل. فيكبر الامر لحد ما نلاقي بقى هو خلاص فقد، زي ما بيقولوها بقى، فقد الشغف. فخلاص هو بالنسبه له اصلها مش هتتغير، وهي بالنسبه لها مفيش جديد. فبالتالي احنا وصلنا لحاره سد. لا يا جماعه، هي الدنيا ما نمتوش صحته كده. فبالتالي محتاجين الرمله اللي عملت جبل دي نبدا ناخد رمله، مش هنشيل مره واحده، لان الحاجه ما اتبنتش فجاه ومش هتتشال فجاه. طب يعني هو يعتبر كده السبب الاول لعدم اهتمام الزوج انه لمح قبل كده اكتر من مره، ولقى ان الزوجه يعني ما ادتلوش اهتمام باللي أيوة، ان هو بالنسبه علق عليه امر متكرر وما حصلش منها اي تغيير. النقطه الثانيه، قناعه ثابته بشكل معين. يعني انا شايف مثلا ان البيت او تربيه الابناء ما بتتعملش غير بالشكل ده. فدي قناعتك انت. العلاقات الانسانيه، التربيه، تنظيف البيت، الحاجات دي يا جماعه فيها مرونه. ما اقدرش اقول القاعده الفلانيه في تربيه الابناء هي القاعده الصحيحه وغيرها خطا. اذا كانوا علماء التربيه نفسهم اختلفوا مع بعض يا جماعه. الاختلاف جاي، يعني الناس مختلفه في كل حاجه، مفيش اتفاق. والعلماء نفسهم في الامور الفقهيه وفي الدين اختلافهم رحمه لينا طبعا. لان هي حتى الامور لما حد بيسال وفي الاخر يقول لك استفتي قلبك، بس اهم حاجه تبقى تتحرى الحلال والحرام فيها. فهي فكره ان انا دايما بدور، فهو بدور هو ايه اللي يمشي على يعني الصح كده. فما فيش حاجه عندك في العلاقات الانسانيه تمشي كده، ان هو ده المهم. انت بتحب ايه، وهل وصلت ده مره واتنين ولا لا؟ فالراجل فيه شويه الحاجات دي. النقطه الثالثه والمهمه، تدخل الاخرين. يعني تدخل والدته، تدخل اهله، تدخل اصحابه. هو نفسه بيسال فلان، بيسال علان، او البنت تسال والدتها. فبالتالي والله ده جاب كذا في خزين البيت، والله ده جاب لي اشترى البيت كذا، والله ده هي طبخت كذا. لا، ده ما بيطبخش بالشكل الفلاني. لا، ده ازاي طبخت لكم ده ازاي هو جاب لك ده قليل كده، ده ما ينفعش، هو المفروض يعني. فتبدا انت حد يهزلك او يهزلك المفاهيم الخاصه باللي انت بتعملها المناسبه لبيتك. ازاي عايشين ب1000 جنيه، ازاي جبتوا كذا ب200 جنيه، ازاي. فتبدا بقى والله الدنيا مشيت كده. لا، ما فيش حاجه اسمها كده. ازاي عزمك على، يعني ازاي خرجك واكلك سندوتش بس، ده منظر. فتبدا بقى اكل من بره، مش مرضاش يجيب اكل من بره وخلاكي قمتي حمرت ليه. فالقناعات من الاخرين هي اللي بتغير المفاهيم. ابدا احس ان في خلل في زوجتي نتيجه كلمه والدتي قالتها لي، اخواتي قالوا لي، صحابي قالوا لي. فابدا احس بقى لا، هم صح وهي غلط. فتغير المفاهيم الاخرين دي صعبه جدا. بس هو كده معناها ان معظم الاسباب اللي بتخلي الزوج ما يهتمش اسباب خارجيه. في بعض الستات هتقولك لا، ده هو اصلا طبعه هو اناني، ما بيحبش يهتم بحد، لكن بيحب ان احنا اللي نهتم بيه. هو عنده لا مبالاه في طبعه. فانتي لو قاعده في السرير بتموتي من الكحه ولا هيقولك حتى الف سلامه، ولا هيجيب لك كوبايه ميه. هو طبعه كده. بعض الستات تقول لا، هو اتعود ان انا بشيل نفسي، وان انا مهما زعلت او تعبت هاخد وقتي وهفوق. اسباب خاصه بيه هو وفي شخصيته هو. الاسباب الخاصه بالشخص دي موجوده طبعا، بس ما بيبقاش مشكلتها الاهتمام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما بيبقى واقع في قرعتي مثلا او في نصيب الشخص ده، هو ما بتبقاش مشكلته عدم الاهتمام، لان هو بيبقى شخص، مش هنقعد بقى نقول نرجسي ومش نرجسي والكلام ده. هو بيبقى شخص لا يرى الا نفسه في كل حاجه بقى،
في الاكل، في الشرب، في الاهتمام. فالاهتمام هو جزء من دايره كبيره جدا او من عناصر كتيره جدا. فهي الزوجه اللي بيبقى معاها الزوج بالنمط ده، اللي هو لا يهتم الا بنفسه، هو بالتالي مش باصص لها في اي حاجه تانية، مش باصص لابنائه. في بيبص لابنائه يعني مهتم بنفسه بابنائه، انما الزوجه لا. الزوجة لا. فهي فكره ان انا بشتكي من زوجي ان هو ما بيهتمش بيا لانه شايف نفسه، لا، ما هو انت بتشتكي من امور اخرى لازم 90% تكون بتشتكي منها، ان هو اصلا انت مش في حساباته. فكره حتى ان يجيب لها ما تحتاجه، هو شايف بيجيب بعينه هو مش بعينها هي، او مش اللي محتاجاه، اللي يقدر يجيبه، اللي مش الاولاد والبيت مظهرها. محتاجينه، هي بالظبط. بره الحساب. الحد الادنى من كل حاجه ليكوا وانا غير، حتى في الاكل، حتى في الخروجات، حتى في كذا في كذا. فهي ما بتبقاش شكوتها دايما اللي زوجها بالنمط ده حته الاهتمام بس، لان هي حاسه بنسبه كبيره انا عايشه لوحدي. يعني هو شايف ان انت بتعرفي تشيلي شيلي، بالظبط. ولو هو مغترب بتبقى كارثه فوق هو الكارثه. طبيعي. حتى حضرتك قلت في لقاءات سابقه اتكلمتي عن ان الزوج لما بيحس ان زوجته قادره تشيل كملي بيشيلها كتير. على فكره طيب. اي حد لما انت بتديله وتعود ان انا اللي بدي وانا اللي بصالح، وانا حتى في الصداقات، حتى في الاخوات، حتى في القرايب، حتى بالظبط. في العلاقات الشغل، ده الشخص ده الموظف ده شايل زياده، الموظف ده الحاجه اللي انت بتعملها بالعدل هم بيحولوها لفضل. طيب وفرض. احنا شفنا دلوقتي المظاهر والاسباب وكل الامور دي. طيب اثر عدم اهتمام الزوج بزوجته ايه عليها وعلى البيت وعلى علاقته بيها هو كمان؟ هو مشكلة ان الآثار دي اللي بتحصل في البيت ان هي بتبقى قنابل موقوتة كده، ولكنها بتنفجر في اوقات مختلفة. يعني ممكن الاقي بيت ماشي لحد 30 سنة و32 سنة بهذه الظروف وهذا الكم من عدم الاهتمام والضغوط اللي الزوج عايشاها او اللي الزوج عايشها على فكرة. ولكن هو مستحمل، ولكن انت واصلة لشخصية باهتة. يعني انت بتقدري لما تقعدي في مجتمع مطفية، تقدري تشوفي بالظبط، تقدري تشوفي الزوجة اللي هي ايه، بتبتسم بتصنع، او انها ماشيه الدنيا وخلاص، او انها في وجع بيبان على عينها. في ناس تقول دايما عينها مكسوره. الست دي تحسي في كسره او في كلامها دمعتها قريبه، اي حاجه حاجه تحصل تبكي بدون مناسبه بتبكي. فكره انها على طول حاسه انها مضغوطه، انها بتطلع كل مظاهر ان هي عايزه تبين انها مبسوطه في امور اخرى، في ابنائها، في الخروج مع اولادها، في نظافه بيتها، في اي حاجه غير انها تتطرق ان انا اواجه نفسي بواقع انا مش سعيده. فهي دي بتبقى نقطه. عشان كده بقول هي قنابل موقوته. لو انا لما تيجي زوجه وتكون بتشتكي من حاجه تانية خالص خالص، وهي بتتكلم تقول لي انا اصلا فقدت الامل فيه، هو مش هيتغير، هو ولا بيهتم، ده انا لو غبت اسبوع عيانه ما يرفعليش سماعه، هو مغترب، ده انا لو كذا لو كذا، بس انا المهم دلوقتي الولد خاطب وما اعرفش ايه ومحتاجين ايه والتزامات، وهم المهم يكلموه، هو انا مش في دماغه. فتبداي تحسي طب انت مش دي مشكلتك الاساسيه، لا ده دي مشكلتك الاساسيه. اولا انت كبرتي عند حد فكره ان مفيش مشكله من عدم اهتمامك بيا، مفيش مشكله ان الامر ده بيعدي، اللي بينا هو صفيح ساخن بس بيعدي. ان انا معديه لك حاجه كبيره جدا. ونفس الشيء الزوج يقول انا مستحمل عشان المركب تمشي، بس هتساليني ان انا مبسوطه ولا لا، انا مش مبسوط. فما ينفعش نبقى قنابل موقوته ان مع اي لحظه انفجار ما انت بتلاقي نقيضين. يعني يا اما هم على طول بيتخانقوا على طول يا اما الحياه بارده وفيها شبه انفصال عاطفي. فما فيش الحاله الوسط اللي هي في ايام كويسه وايام لا، او بنقرب وبنبعد او بنتخانق ونتصالح. لا، هم يا اما كده طول ما هو في البيت في خناق، يا اما هو مش حاسس بحاجه خالص ومع نفسه والدنيا كانه انفصال. يعني هو فلوس بتتجاب وحياه بتمشي. فعشان كده ما ينفعش ان انا اقول هو الدنيا ينفع تكمل، لا ما ينفعش تكمل، ما ينفعش انها تكمل. لازم كل شويه ان احنا نعمل وقفه نشوف هو احنا واصلين لحد فين. ما بنقولش للناس اتطلقوا، ما بنقولش للناس اعملوا مشاكل، بس ما تعيشوش حاجه المفروض ان ربنا عز وجل جايبها لنا لتسكنوا اليها. دي موجوده في القران، فكره السكن والموده والرحمه، وجعلنا بينكم موده ورحمه. فكره الموده والرحمه لما بتنتزع من الحياه الزوجيه بتبقى فيها خلل كبير جدا، خلاص تبقى فاقده، مفقود فيها. فلازم ان انا ابقى بدور، لا انا محتاجه اعمل وقفه، انا محتاجه كذا، انت ناقصك كذا وانا ناقصني كذا، ونبدا نواجه، نحاول نرمم بعض الامور. فكره اللي بتكسر بتصلح، بنجتهد.
يعني هو لو المج ده اتكسر وهو عزيز عليا هلزقه، اما هتشوفي الشروخ، بس هل هو مج لسه الدنيا ماشيه. انما لو انا كسرت ورميت فانا لا مني استفدت ولا مني بذلت مجهود. تمام. طيب دلوقتي حصل فجوة للأسف الشديد بسبب عدم الاهتمام، حصل أثر نفسي عند الزوجة، حاسة يعني الكلام اللي كتير بيتقال أنا لوحدي، أنا ماليش سند، أنا حاسة إن ماليش أمان، لو جرالي حاجة ولا هيسأل فيا، كل الكلام ده مقدر والمشاعر دي مقدرة. حصل للأسف الشديد، إزاي نقدر نصلح اللي اتكسر، وإزاي نقدر نرجع الزوج يهتم تاني، وإنه يراضي الزوجة اللي معاه دي ويحاول يرمم المشاعر اللي اتكسرت دي؟ اول حاجه ان الاعتراف بالامر، لان هو ده بدايه حل اي حاجه. لا، مين قال ان انا غلطان؟ مين أيوة. قال ان انا ان انا مش مقصر، ان انا مقصر مش مهتم في حاجه ناقصاها في البيت؟ ايوه هي دي الفكره. على فكره اللي مخلي جزء كبير من المشاكل ما بتتحلش الاعتراف بالمشكله. ان كان عندها او عنده. يعني فكره انك تقولي لا والله ما مقصر، على فكره هو ما بيفهمش، على فكره هو مش شايف، هو عايز يشوف جوانب التقصير وبس. على فكره يا جماعه حتى لو اعترفنا من باب ان احنا ماذا بعد، يعني تخطوا فكره الاعتراف دي ان كنت انت او هي، عشان نشوف ماشي انا غلط، هنعمل ايه بقى؟ طب انت محتاج مني ايه؟ طب انا محتاجه منك ايه؟ انما هو احنا ما بنعديش الشابتر الاول، ما بنعديش السؤال الاول، ما بيجيش. ليه؟ لان انا بفضل واقفه ان انا معترفه حته يعني بعتد بنفسي ان انا ما غلطتش، وانت بتصعب عليكي ان انا حاجه و30 سنه ولا حاجه 20 سنه ولا 18 سنه 15 وانا شايفه ان انا ما قصرتش فيهم، ده انا عملت وبذلت وبعت وشقتي وشبكتي وده وانت مش حاسس، وهو شايف وانا جبت بدل الشغله 2 و3 وعملت وصرفت ودخلت عيالك خاص وسويت. فكل واحد، احنا مش في تحدي، احنا مين بذل عن التاني، لا احنا مش داخلين المعركه عشان نثبت هو مين. هو يا جماعه هو في فجوه انتوا الاتنين بتقولوا انها موجوده، بس ما ينفعش ان انا دايما اقول التاني هو السبب فيها، لا انا برضو حتى لو التاني، يعني في بعض الاوقات الزوج مثلا هو اللي بيبقى شايل الليله، او الزوجه هي من الالف للياء هي غلطانه. انت عليك جزء ان انت سكت وسبت الامور تتراكم لحد ما وصلت لكده. فما ينفعش ان يبدا يعمل ايه؟ اول حاجه نعترف ان كان زوج او زوجه. تمام. لو انا حتى حاسه ان انا النسبه الاكبر هو 80 وانا ال20، فانا بعترف بال20. فاول حاجه فكره الاعتراف. تاني حاجه تضييق المطالب. اللي بيحصل ايه يا ندى؟ احنا عايزين بصوا بسحر كده هنبقى وهنعمل، انا ما بنضفش هنضف، انا ما هتزوق، هعمل لك عايزها تعمل كذا وكذا وكذا، ساحره. وهو عايزاه يهتم ويخرجني وياكلنا ويعملنا ويصرف كذا ويعمل ومشاعر ويبعت لي رسائل ويجيب لي ورد وكل حاجه وعايزه ايه، وعايزه يوم ليا، وعايزه نسافر في بصي ما احنا بندعك فانوس. فلا طبعا. فهي فكره تضييق الامر، بمعنى ان انا كل ما بتقللي مطالبك كل ما بيبقى في استطاعه لتحقيقها. فاول حاجه الاهم فالاهم، بمعنى ان انا والله انا والده ومحتاجه دلوقتي ان هو يكون معايا، انا عايزه ساعه يجي يشيل البيبي معايا، يعني اخش الحمام، بس مطلب بسيط جدا. بالظبط. فهي لخصت الامر بلخصيه في مطلب واحد. هو الزوج انا عايزها يوم واحد في الاسبوع احس انها زوجه وبتاعتي ولابسه ومتزوقه ومتزينه. لا ده الزوجه المفروض كل يوم تلبس يا جماعه بنحط الحد اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. بالظبط. ما يبقاش معاها 4. يعني انا مثلا في واحده مثلا كانت مكلمانه ومنهاره، هي ما شاء الله رزقت بتوأم، عشان كده كل شويه عماله اقول توأم. هي توأم ومعاها ما شاء الله 4 قبله. فهي فجاه هي يعني هي جا كده، فهي على اساس خلاص الخامس فبقوا 6. بتتكلمي من 16 سنه لحد بيبيهات يعني. فهي عندها انهيار عصبي ده شور يعني، الله يعين، ولوحدها وما فيش بقى اهل معاها وهي مغتربه. فالبنت منهاره. ففكره ان هو بقى انا من ساعه ما حملت وانا في دوامه، وانا الولاد انا مش متجوز، انا كذا، انا هي ارنبه عماله تخلف. فعارفه وهي بقى شايفه طب يا جماعه هو مطلب، عشان كده ضربت المثل، هي عايزه حاجه بسيطه بس ان انت تقعد بالولاد ساعه واحده بس. وانت يا بنت الحلال فكره ان الدخول اطراف مساعده في الموضوع دي النقطه اللي بعدها. يعني البيت مش نظيف وبشتكي منه بقالي 15 سنه ان هي ما بتنظفش، ما بتعرفش تنظف. يا جماعه دخلوا، مش لازم امها بس، ممكن ان احنا نرتب علينا حد يجي كل شهر كل 3 أسابيع يعمل الامور الحيويه، وانت وقفي معاها شوفي الدنيا بتتنظف ازاي. ما تفضلش قاعد وان انا مش راضي ادخل اصحاب البيت عشان ريحه السجاد، مش راضي عشان والدتي كل ما بتيجي بتعمل مشكله. ما نحلها. هي مش عارفه تتعلم نظافه، نجيب وسيله حد
مساعد خارجي بالظبط، يحل البيت معانا يبقى نظيف. المشكله. ومع الوقت يعني العلم بالتعلم والصبر الحلم بالتحلم. والتحلم الحلم بالتحلم. ففكره ان انا اتعلم واصبر ويبقى عندي نوع من انواع المداومه على امر معين عشان تحقيقه. تمام. فاول حاجه ان انا بعد ما بنعترف بالخلل، تاني حاجه ان انا بقلل مطالبي، ان انا لو ليا مطلب معين هو دي المشكله الكبيره قوي، انا بشوف تحقيقها بالحد الادنى منها. انا عايزاه يخرجني ليكي خروجه كل 3 اسابيع. طب انا مش عايزه كل الكلام ده، انا بس عايزاه يحس بيا، انا عايزاه يطبطب عليا. انا بصي انا مش فارق معايا، ستات كتير دول مش فارق معايا لا خروج ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، انا يفرق معايا الكلمه الحلوه، يقول لي حقك عليا، انتي انا حاسس بيكي. ما بيعملش. يعني انا كتير من الستات تقول لك بشحت منه الكلمه. اعمليها بشكل عملي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايزاه بس يطبطب عليا كده، فانا بقول والله ليا كل 3 ايام قاعده انا وانت ساعه بتاعتي من غير تليفون ومن غير حاجه، فانت قاعد جنبي فيها. اما هيقعد جنبك انت هتطبطبي عليه، هتجبريه يطبطب عليه. انما فكره الامور العامه اللي هي اريد المحبه واريد الاحتواء واريد العطاء وان انت والحنيه وكل شيء فدي الكلمات مطاطه وفضفاضه. طيب ما انا جبت لك والله طلبات امبارح ودي كانت محبه، انا والله طبطبت عليكي، بعت لك على الواتس تسلمي، ما هو دي طبطب. فانت حددي جزء اكتر حاجه انت محتاجاها. انا محتاجه ان انا اقعد جنبه وان هو يطبطب عليا، فانا محتاجه كل يومين ان انت يا جماعه بالتدرج. ومش فكره ان الزوج ما بيعرفش ده، الازواج لما بتتعلم صح بتعمل صح. فهي فكره حطي الحد الادنى واطلبي الحاجه مش الفضفاضه. انا عايزاك تبقى صادق، تمام، هو انا مين قال اني بكذب؟ فانا عايزاك ان حياتنا تبقى اكثر ودا، ماشي، ما هي اكثر ودا، اعمل ايه؟ لا خصصي وحددي اللي انت عايزاه. ودي مثال عملي. احنا عايزين، انا عايزه واجب عملي اقدر انا اساله عملته ولا ما عملتوش. انما انا لما اقول له انت كنت ودود معاها وربنا كنت ودود، طب فين؟ يعني هو شيء هيجيب لي امثله تانية هي بالنسبه لها لا تهتم بيه. طيب الاجابه عايزاها باه او لا لو هينفع. هل عدم اهتمام الزوج المستمر بزوجته لفترات طويله ممكن يؤدي الى الطلاق؟ بيؤدي الى الطلاق. يعني فكره ما هو يعني هي بيؤدي انا شفت ناس انفصلت بسبب ان هي لوحدها، هي حاسه انها لوحدها. ما انا بقول لك هي ده اللي بيخلينا نشوف ناس بعد 35 سنه انها بتطلب انفصال. وعشان كده من الناس ما تفهمش ان انا من الرساله دي ان يلا ده انا مش عايشه يلا انا هطلق. لا، هي الفكره يا جماعه ان احنا بنقول ان دي حاجه خطيره ما نستهينش بيها. ما ينفعش ان انا اقول إن عادي ما احنا عايشين. لو كان الاهتمام حاجه مش اساسيه ما كانش سيدنا النبي حاجات كتير في بيته احنا اطلعنا عليها وشفناها. وجروح بيت النبوه ما كانتش جايه بس عشان ان احنا نتفرج، لا ده انت عشان تتعلم. بالظبط. لما كان بيلاعب السيده عائشه ويسابقها وتسابقه ما كانش عشان احنا نقول ما شاء الله زوجة النبي، يعني لا، هي عشان يعلمنا تفهم. لما كان بيدور على الكأس هي شربت منين ويشرب مكانه، مش عشان حاجه، عشان تتعلم انت بتعمل ايه مع زوجتك. ما هو ده نوع من انواع الود، ده نوع من انواع المحبه، ده سبحان الله ألفة. ده ان انت بتعمل كده واقع، ده لما الزوجة قاعدة وتشوف ده بيتعمل ازاي. ففكرة الحاجات البسيطة، فكرة استيعابها عند غضبها، لما تكسر الطبق ويقول غارت امكم فهو استوعبها فهم. ما قالش بقى هرمونات وهتطلعيها علينا وانت معرفش ايه وكلمتي وبتحرجيني قدام الصحابة وما ينفعش. لا، هو استوعب. فالاستيعاب في بيت النبوة مش جاي لك عشان ان انت تتفرج عليه. ولما جت احدى الصحابيات وقالت لسيدنا النبي انا مش عايزه اكمل معاه وذكرت ده، ما قالهاش اقعدي واهدي، قال لها ردي عليه حديقته خلاص. فما قالش ليه، هو ما دام الست وصلت للمرحله دي خلاص فخلاص انا مش قادره استمر. ما قالهاش طب ندي فرصه. طب ده مش معناه ان احنا ما نعملش الكلام ده. انا بتكلم ان ممكن في بعض حالات تصل لمرحله الامتلاء الشديد بالزبط. بس احنا مش عايزين نوصل لها وما نهمش من المشاعر الاخرى. ما ينفعش بالزبط. حد يبقى مكتئب وعنده اكتئاب مرضي وانا اقول هي نفسيتها تعبانه، هي بتحب النكد، لا دي تعبانه، وديها تتعالج، وديه اقعدوا مع بعض، اتكلموا، افتحوا حوار، شوف عايزه ايه، ده هي مسؤوله منك وهتسال عن مشاعرها زي ما هي الملائكه بتلعنها لما هي
تقصر في حقك الشرعي برضو انت هتسأل. واخر كلمة سيدنا النبي كان رفقا بالقوارير، فما ينفعش ان انا بالظبط ما ينفعش ان انا ابقى باصه الموضوع ان هي حاجه ثانويه، لا ده كل حاجه في سيره النبي عليه الصلاه والسلام كانت جايه لنا تعلمنا ازاي نتعامل. ومحدش يرد الاجابه الشهيره لما هي تبقى السيده خديجه كون انا سيدنا النبي، لا ما هو انت المفروض تجتهد تبقى ده، احنا بنجتهد نبقى ده وهي تجتهد تبقى ده. احنا مش عارفين نوصل، بس مش معنى كده ما ننولش شرف المحاوله، ما نجتهدش ان البيوت تبقى قايمه بالشكل ده. بالظبط. بشكرك جدا في النهايه الاستاذه اشجان يحيى، خبيره العلاقات الاسريه والزوجيه، على وجودك معانا. شرفتينا ونورتينا، احنا كمان سعدنا بوجود حضرتك معانا. ولكل الازواج اللي بيشوفونا من خلال برنامج قوارير من خلال شاشه سلام، حنوا على زوجتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأكثر حنانا وحبا ورفقا ومودة بزوجاته، وما كانش متجوز زوجة واحدة بس، ده أكتر من زوجة، وكان الجميع هو كان بيحبهم وبيعملهم معاملة في قمة الرقي والاحترام والتقدير والرومانسية. طبطب عليها، قول لها أنا جنبك، حسسها ان انت امانها، انت سندها. يوم لا قدر الله لما تقع او تحس انها محتاجاك تلاقيك دايما في ظهرها. اهتم بيها فعلا، ما تخليهاش هي اللي تيجي تطلب منك الاهتمام. الحياة محتاجة فعلا ان يكون في بينا مودة، لان المودة مرتبة اعلى كمان من الحب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان بيوتنا كلها تكون مليانة بالحب والمودة والاهتمام اللي مش بيطلب، اللي بيجي لوحده عشان بيطلع صادق من القلب، وبعد كده بيوصل برضه صادق للقلب الآخر. بشكركم على حسن المتابعة، وانتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.